وما نضحكوش على بعضياتنا. في المغرب كأي دولة في العالم كاينين الناس اللي كيخدموا بالسحر والشعوذة وما كيخافوش الله، يقدروا يحمقوا الناس، يشتتوا شمل العائلات ويدمروا حياة شباب وشابات بسبب الغيرة والحقد. ويمكن تكون حداك سحارة ولا سحار وانت ما جايب الدنيا اخبار، ممكن تكون جارتك، صاحبتك، المهم يقدر يكون من اقرب الناس ليك وانت ما جايب الدنيا اخبار. الام ديالك تصيفطك عند جارتكم باش دي ليها شويه ديال الحلوى في العيد، وفاش تمشي تدخل عندها تلقاها كدير شي طقوس اللي هما ما يخطروش لك على البال، وتشوف شي حاجه عمرك ما كنتي تخيل انك تشوفها، وهذا الشيء اللي غادي تشوفه غادي ياثر عليك حياتك كامله. واحد البنت سميتها مريم، هاد البنت كتعيش في واحد الحي، والحي كان قديم والجيران كاملين كيبغيو بعضياتهم وكيعاونوا بعضياتهم، ولكن حتى غيجي داك النهار اللي غتسلط عليهم هاد المراه. الحومه كلها عارفه بان جات واحد المراه سكنات في الدار، الحومه كلها غادي تعرف بان كاينه واحد المراه جديده اللي كرات ديك الدار، واللي قالها ليهم داك اللي تيكون كيجيب خبارات ديال الحي، ولكن راه حتى واحد ما شاف ديك المراه ولا عرفها شكون هي ولا كيف دايره. اللي كيعرفوا انه مراه جات سكنات في ديك الدار اللي من شحال هادي حتى شي واحد ما سكن فيها. والسؤال بقى كيدور في عقول ديال الناس الحي، شكون هاد المراه، كيف دايره؟ خاصنا اكيد نتجمعوا كيف ما كيديروا ملي كيجي شي سكن جديد لداك الحي، كيتجمعوا كيديروا ها اللي كدير البغرير، ها اللي كدير المسمن، ها اللي كدير حلوى، باش كيمشيو كيرحبوا بها. صراحه زوين هادشي اللي تيكون في الاحياء الشعبيه واللي ما بقاش حتى دابا. المهم اتفقوا على النهار اللي غادي يمشيو فيه وغيديو لها داكشي اللي قسم الله ويرحبوا بها. جميع النساء ديال داك الحي بقاو كيدقوا في الباب حتى شي واحد ما بغى يحل ليهم، قالوا راه واقيلا ما كايناش، علاش زعما كون كانت غادي تحل لينا، على شنو فيها؟ ولداك الراجل اللي قال لهم ديك المراه ساكنه بوحدها، ما عندها لا ولد لا حتى شي حل. حتى لواحد النهار غيبقاو يشوفوها ديك المراه لابسه الكحل، ما كيبانش وجهها، المهم مغطيه كامله، كتدخل وكتخرج، ولكن ما عمرهم تلاقاو معاها في السوق لا حتى شي حاجه. قالوا احبس راه واقيلا المراه ما كتبغي تهضر مع حتى شي واحد، المهم داخله سوق راسها، كيف ما كبراتش بينا وما سوقاتوش لينا حتى حنا كل واحد يدخل سوق راسو. وهما في داك الحي ما مولفينش على هذا الشيء، مولفين داك عرفتوا داك الناس اللي كل واحد كيدخل عند حد هاد الجاره تدخل عند هاد الجاره، ديما البيبان ديال ديورهم محلولين. نرجعوا للبنت مريم اللي كان عندها في داك العام الباك، كانت ما مسالياش وديما هزر كتاب وكتحفظ. تا غادي يسالي رمضان وغادي يجي عيد الفطر اللي حنا مولفين في داك العيد الفطر، الناس ما كينعسوش داك الليل كامل، كيبقاو يوجدوا في الحلاوي وكيكونوا فرحانين باش يستقبلوا اول ايام العيد. هاد مريم كانت عايشه مع الام والاب ديالها وخوها الصغير، ما عندها لا صحابات لا حتى شي حاجه، صاحبتها هي امها. وام مريم كانت عندها الكوزينه ديالتها فيه واحد الشريجم، وسبحان الله داك الشريجم كيطلع على ديك الدار، غادي تشوف بانه الضو شاعل في ديك الدار، يعني ديك المراه راه كاينه، يعني وبقى في بالهم بانه ما كيشوفوهاش خارجه ولا داخله. المهم قالت ليها انا هاد الشيء ديال اللي صايبناه ديال الحلوه بنتي مريم غادي نعطيك شويه في التبصير وغتمشي ديه لديك المراه، راه ساكنه غا بوحدها ومراه كبيره، اكيد ما تكونش كتصايب الحلوه وداك الشيء، حشومه نفرحوها بهذا الشيء. قالت لها غادي تمشي عندها وغتعطيها غا هاد التبصيل، تقول لها مبروك عواشرك يا خالتي وغادي تجي في حالات. بنت مريم اصلا عمرها ما شافت هاد المراه وديما كانت كتخاف منها، ديما كانت كتحس شي احساس غريب. قالت لها لا انا ما غاديش نمشي، انا اصلا ما مسالياش وانا كنت كنعاونك هنا شويه وغادي نمشي نرجع نحفظ في حالاتي. قالت لها صيفطيها مع خويا. مشات الام تشوف الولد لانه ما بغاش يمشي، كان كيتفرج في التلفازه وما بغاش يمشي. قالت لها بنتي راه انا غادي نحضك من الشرجم وغنشوفك تدخلتي، غادي غتدقي عليها تحطي لي هذاك التبصيل وصافي غتجي في حالتك، راه ما كاين حتى شي حاجه. وهنا كنشوفوا بان كل واحد في هذا الزمان خاصو يدخل سوق راسو. وتقول مريم قالت لها صافي خليتها لشويه، ملي غنكون نمشي نصايب شعري غادي ندوز لي هذاك التبصيل. راكم عارفين في عيد الفطر واخا كيبقاو الليل كامل الكوافورات هما كيصايبوا في الشعر، وكيف ما قلت لكم هاد الحومه محميه بزاف ما عندهمش الغاش. المهم مريم هزات التبصيل وغتمشي عند الجاره، غادي تدق في الباب حتى الباب غيبان ليها تحل، يعني كان محلول. غتقول الام ديالها مستهجم راه الباب محلول، غتقول لها واقيلا راه غتكون مريضه ولا شي حاجه، دخلي عطيها التبصيل شوفي مالها. مريم غادي تدخل وهي مخلوعه وما عارفاش شنو كيتسناها، غتبقى داخله وديك الدار كانت كبيره وفيها شي 2 ايطاج. المهم مريم بقات داخله حتى غادي تسمع شي اصوات وشي همسات اللي هما كانوا كيخلعوا. غتبقى داخله حتى غادي تشوف واحد الباب، حتى غادي تشوف واحد البيت كان فيه باب ديال الجاج كيبين،
الضو كان كيبان حمر. مريم ما رجعتش لدارهم وقالتش هادشي ما عندي ما ندير انا بهادشي، بقات غاده مكمله. وداك الباب كان ما مردودش تماما، غادي تبقى تشوف من ديك الفتحه ديال الباب وغادي تشوف شي منظر اللي عمرها ما كانت كتخيلو. 7 ديال الناس واقفين وديك المراه الكبيره واقفه الوسط، كيديروا شي طقوس اللي هي شيطانيه وكيقولوا شي هضره ما يمكنش، وجههم كيخلع وكيهضروا شي هضره ما مفهوماش. مريم عرفاتهم راه كيديروا الطقوس ديال السحر والشعوذه. مريم بالخلعه غادي يطيح ليها داك التبصيل وغتشدها جريه وحده حتى للدار. مريم غتوصل عند امها وهي كتبكي ومخلوعه وكلها كتقفقف. ومريم غتمشي تعاود هادشي للناس ديال الحومه وغتعاود ليهم بانه ديك المراه راها اكبر مشعوذه، وكيفاش دوك الناس دخلوا عندها وهما عمرهم ما شافوا شي حد دخل عندها. المهم الناس غادي يتجمعوا، كلشي غيتجمع، الفقيه ديال داك الحي غادي يتجمع معاهم وغايقولوا لا بد خاصنا نمشيو وباش نخرجوا ديك المشعوذه من ديك الدار ونطردوها من الحي ديالنا. صافي اتفقوا على الساعه اللي غادي يتجمعوا فيها. هي الدار راه ماشي بعيده منهم باش غيوصلوا ليها، يعني راه دغيا غادي يوصلوا ليها، ولكن قالوا بانه ديك الطريق كانت دازت عليهم طويله وما عارفينش لاش، وكانت فيهم الخلعه ديال بصح. غير دخلوا مع الباب هما يشوفوا الحيوط كحلين، يعني الدار بحال حتى واحد ما ساكن فيها، بحال مهجوره. داخلين وكيغوتوا على المراه فلانه فينك فلانه فينك فلانه وهازين العواد في يديهم حتى غادي توقف عليهم ما عارفينش كيفاش تتبلاو بها. غتوقف عليهم من الفوق وغتقول لهم انا عارفاكم لا جايين، ولكن داكشي اللي بغيتو عمركم ما غتوصلوا ليه. وبقات كتضحك الضحك اللي هو كيخلع. هاد المراه في هاد المره كانت لابسه الكحل وشعرها طويل، ولكن الوجه ديالها ما كيتفسرش، ما كتعرفوها واش بنادم ولا من داك العالم. حتى غتبان ليهم كتقول شي طقوس ما مفهومينش وغتشد واحد المحلول وغادي تشربو. تما كاين غادي طيح ما غاديش تنوض، ولكن مني شافوها طاحت ومشاو يشوفوا الوجه ديالها لقاوه الوجه ديال واحد المراه اخرى، ماشي داك الوجه اللي شافوه ملي كانت واقفه عليهم، وماشي داك الوجه اللي شافت مريم. هادشي اللي عمرهم ما قدروا انهم يفسروه. المهم هاد النهار غادي يبدل بزاف الحوايج في هاد الحي، حتى واحد ما غيبقى يدخل عند شي حد، حتى واحد ما غيبقى يسول في شي حد، كلشي خايف من بعضياته، ما بقاش داك الود، ما بقاش داك السلام ما بين داك الحي، لدرجه انه كل واحد سد عليه بابه وحتى واحد ما كيهضر مع شي حد. ولكن بقى عندهم داك التساؤل، ديك المراه اللي شافوها ماشي هي ديك المراه اللي كانت ملي كانت طاحت؟ وقال لهم واحد الشيخ بانه ديك المراه كانت مستوليه عليها روح اللي هي شريره، وهي اللي كانت كتخليها دير داك الشيء. ومني قلبوا على ديك المراه اللي كانت طاحت وهما يقولوا بانه ديك المراه كانوا والديها كيقلبوا عليها هذه سنين وعمرهم ما لقاوها. مريم ما بقاتش كيف كانت، داك العام سقطات في الباك وما قدرتش تكمل. البنت بقات ساده غير عليها في الدار وكتخاف من اي حاجه لدرجه انها ما كتنعش. وداك الحي في واحد الساعه بالليل بالضبط كيكونوا الكلاب كيوقفوا على ديك الدار وتيبقاو يغوتوا واحد الغوات اللي هو كيخلع. وياكم عمركم تدخلوا عند شي حد وانتم ما عارفينوش ولا عمركم شفتوه؟ داك الزمان ديال النيه وديال القلوب الصافيه راه ما بقاش. بعض الامور كتبان بسيطه ولكن العواقب ديالها يمكن يخرجوا لك على حياتك، فلهذا كل واحد يدخل سوق راسه. المهم حتى لهنا وكنقول لكم سلامه حتى الفيديو جديد.